السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ نعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة وتطلع معاكي جميلة جدا، ما تختلفش اي حاجة عن البر. تعالوا بقى، انا جبت المقادير بتاعتي اقول لكم عليها. ده كيلو دقيق، جميع الاستخدامات او دقيق للبيتزا. معايا كيس من اللبن البودرة او معلقتين كبار، ربع معلقة من الزعتر ونص معلقة من الملح ونص معلقة من السكر. وهبدأ ان انا اخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بمعلقه من الخميره او كيس خميره فوريه، يعني لو عندك خميره سايبه حطي معلقه كبيره، لو مش عندك كيس خميره حطيه. هبدا بقى ان انا اعجنها بالمج اللي انتوا شايفينه، هعاير الميه بالمج اللي انتوا شايفينه ده. استخدمت منه مج ونص، يعني كوبايه من ديت ونص. ولمتها معايا وبصوا هي عامله ازاي، يعني بتخلي قوامها بيلزق بس ما بتشبكش في الايد. لمت هي بالشكل دوت. هسيبها بقى، اغطيها بستريتش واسيبها ان هي تخمر ربع ساعه كده. وتعالوا بقى نعمل الصلصه مع بعض. انا جبت زيت وشفشق طماطم سبكته كويس. هتبدأي بقى تحطي البهارات بتاعتك، توم بودرة وبصل بودرة وزعتر وفلفل اسمر وبابريكا وسبع بهارات وملح. هي دي البهارات بتاعتها. بتدوقيها وتشوفي الملح بتاعها مظبوط ولا لا. بتسيبيها ان هي تتسبك وتتقل كده بالشكل بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى كده الصلصه خلصت معايا. تعالوا بقى الخميره، بصوا خمرت معايا، العجينه خمرت معايا ازاي. هبدا بقى ان انا افضي الهواء منها بالشكل دوت، وان انا هبدا اعملها كرات على قد الصينيه بتاعتي. انا دهنه الصينيه دهنه من الزيت، دهنه بسيطه يعني ما بتغرقهاش، دهنه بسيطه خالص. هبدا بقى ان انا اعمل الكوره بتاعتي وان انا افردها فيها قلب الصينيه بالشكل دوت. وهجيب شوكه وابدا ان انا انغص كده العجينه بتاعتي. وهبدا ان انا احط عليها بقى الصلصه. دي بقى تختلف لك انت بقى ايه، تختلف معاكي. اي حشوه انت عايزه تحشيها فراخ، تحشيها لحمه، عايزه تعمليها بالخضار بس كده تمام برضو مفيش مشكله. انا حطيت طبقه من الصلصه بتاعتي، بس ما تجيبيش ناحيه الاطراف الصلصه عشان ما تتحرقش معاكي. هخلي الصلصه بتاعتك في النص بس. هبدا بقى ان انا احط فلفل الوان وطماطم، وهبدا ان انا احط زيتون، ولو عندك بقى جبنه موزاريلا بس تحطي. انا هحط من الجبنه اللي هي الميكس. كانت عندي لحمه من اللي هي لحمه شاورما حطيتها برضو، ودي جبنه ميكس كده كانت عندي حطيتها ودخلتها الفرن على في فرن سخن. ما بتاخدش 10 دقايق معاكي، بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميله وطعمها والله العظيم تحفه جدا. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا بنزلها. والسلام عليكم.